معانا الشاعر حسام العقدة. شاعر حسام العقدة الحقيقة هو اللي جاي ينتشر وجاي يقدم لنا خدمة عشان أقول لكم الأدباء كيف يساهمون بالجهود الذاتية. الحقيقة لما عرفت إن في النهارده ندوة عن إبداعات الثورة جيت من غير دعوة. الشهيد عمرو الغريب والشهيد ياسر شعيب والشهيدة سالي مجدي والشهيد سيد غريب والغريب عبد اللطيف والشهيد أحمد رجب أحلى ورد لكل عصر أشعلوا الثورة في مصر. الشهيد سليمان علي والشهيد عماد حسين والشهيد باسم موريس والشهيد سعيد ياسين والشهيد أحمد شريف والشهيد الباز أمين مش طمع في فلوس مصر، ماتوا في حبك يا مصر. الشهيد إسلام بكير والشهيد عماد محمد والشهيد جمال سليم والشهيد عاطف محمد والشهيد شعبان رياض والشهيد بسيوني أحمد، دول جابولك أهل مصر. فاكرة أسمائهم يا مصر؟ الشهيد أيمن عمر والشهيد كريم بنونة والشهيد سيف مصطفى والشهيد هيثم حميدة والشهيد محروس محمد والشهيد راشد محمد. اوعي تفتكري ده حصر، لسه في غيرهم يا مصر. دي ثورتك ودي فكرتك، ومهما كان سنك وعلمك او ملتك دي ثورتك. انت خطيب الجامع اللي واجهت ياما القمع، وانت اللي مهدت الطريق وقت احتشاد الجمع، وانت اللي في الكواليس كتبت رواية رمز وسين، وانت اللي في الاتوبيس حكيت نكتة عن الفاسدين، وما سبتش المخبز ولا المعمل ولا المصنع، وانت اللي طول عمرك غناوي الثورة هي غنوتك. دي ثورتك. انت اللي علمت الولاد في الفصل يحموا الحق، وكتبت غنوة عن الفساد مليانة كلمة لا، ووقفت تتكلم في شارع وسط كل الناس، ودعيت على الظالمين في جامع او في قداس، وكنت رافض تبقى عضو في اي حزب يكون، وانت اللي طول عمرك بتحلم حد يسمع شكوتك. دي ثورتك. انت اللي خففت الألم وسط الميدان عن جرح عارض، وانت اللي شجعت الألم في كل جرنان كان معارض، وانت اللي كنت بتحمي ظهر الثورة في التحرير، وانت اللي طول عمرك بتتكلم عن التغيير. ماهوش يناير بس، لا، كان 1000 شهر وشهر. مش الشهيد بس اللي راح، فيه مات كتير من القهر، ورغم كل الظلم شايل ضحكتك، وفي وسط اي ضغوط بتطلع نكتتك. دي ثورتها. شكرا. الشاعران الذي لا يفترقان مع الشاعر خميس عطية.